في المستقبل لوس أنجلوس بقت عايشة في فوضى كبيرة، زادت قلة الشغل، ناس متشردين وأوضاع متوترة جدا، والجرائم بقت منتشرة في كل حتة، السجون بقت مليانة. فقرروا يعملوا مناطق حمراء علشان يقيدوا المجرمين العنيفين. بس الوضع كان صعب لدرجة إن عدد كبير من الضباط كان بيتقتل كل يوم وهم بيأدوا واجبهم. الحكومة فكرت في حل غريب وأنشأت حاجة اسمها محكمة الرحمة، اللي فيها قضاة من الذكاء الاصطناعي. الذكاء ده بيحكم وبيحدد العقوبة من غير محاكمات طويلة، فالمتهمين بيتحكم عليهم بعد ساعات بس من الجريمة. والذكاء الاصطناعي دايما بيفترض إنهم مذنبين إلا لو أثبتوا براءتهم. بعد سنتين البرنامج ده نفذ حكم الإعدام في 18 شخص، وقلل نسبة الجرائم بنسبة 68%، وكمان وفر مليارات من ضرائب الناس وخلى الناس تحس بالأمان تاني. في قاعة المحكمة الضابط كريس بيصحى فجأة وهو مربوط في كرسي وقدامه فيديو شغال بيعلن عن برنامج الرحمة. بعد لحظات ظهرت القاضية الذكية مادوكس على الشاشة وقالت إن المحاكمة تقدر تبدأ دلوقتي لأن مستوى الكحول في دم كريس أخيرا نزل، وبلغته إنه كان فاقد الوعي تقريبا 6 ساعات، وطلبت منه يأسم إنه يقول الحقيقة. بعد ما حلف، مادوكس صدمته لما أعلنت إنه متهم بقتل زوجته. الفيديو الجاي من كاميرات الشرطة ورى دخول مجموعة ضباط بيت كريس، لقوا زوجته نيكول مرمية على الأرض وبتنزف، وبنتهم بريك بتعيط جنبها. نيكول كانت مطعونة، ولما الضباط سألوها مين اللي عمل كده ردت وقالت اسم كريس. كريس كان بيتفرج على الفيديو وهو في صدمة وانهار أول ما سمع اسمه. القاضية الذكية بتقول إن كريس كان لوحده في البيت مع نيكول وقت ما طعنها لأنه شايف إنها كدابة. كريس بيدور على النت ويكتشف إن اسمه متصدر كل الأخبار، بيتكلموا عن القبض عليه ودعمه لبرنامج الرحمة. كريس وشريكته أوليفيا قبضوا قبل كده على القاتل ديفيد اللي كان أول مجرم يتحاكم في نظام الرحمة. بعد كده مادوكس بتطلب منه يحدد موقفه، وكريس بيقول إنه مش مذنب، لكن هي حللت الأدلة وخلصت إن نسبة احتمال إدانته وصلت ل 97.5%. لازم تنزل النسبة ل 92% عشان يبعد عن الإعدام، ومعاه 90 دقيقة بس يدافع عن نفسه. ممكن يستخدم كل المعلومات اللي في قاعدة البيانات الحكومية بتاعت لوس أنجلوس، القاعدة اللي كل شخص وكل شركة مجبور يربطوا أجهزة بتاعتهم عليها. لو خسر الكرسي هيموته بموجة صوتية. لما التايمر ظهر على الشاشة مادوكس بدأت تراجع الأدلة. كريس وصل الشغل الساعة 8:51، لكنه ما خرجش من سيارته وراح على البيت بدل ما يفضل هناك. نيكول رفضت تفتح له الباب وقالت له إنه ممكن يتكلم معاها عن طريق محامي. كريس اللي كان متضايق خبط الكاميرا قبل ما يفتح الباب بمفتاحه. نيكول حاولت تطرده قبل ما الباب يقفل، لكن مادوكس سرعت الفيديو وبتشرح إن كريس قعد في البيت 26 دقيقة، ولما خرج بريت رجعت من الخروجة وبدأت تصرخ. التحقيقات أظهرت إن نيكول اتطعنت من راجل على إيده اليمين، وإن ضربة واحدة كانت كفاية إنها تضر العمود الفقري وتخترق الكبد. كمان لقوا آثار دم نيكول على هدوم كريس. بعد ما خرج من البيت كريس راح البار يشرب، وده حاول ينكره. كاميرات المراقبة في البار صورت كريس وهو مخمور جدا وبيتخانق مع الشرطة لما حاولوا يمسكوه، وحتى تصعق بالتيزر. ده ما منعوش إنه يجري بره المبنى ويحاول يركب عربية حد غريب، بس الشرطة مسكته وضربته. كريس ما فاكرش أي حاجة من ده، ومادوكس نسبة السبب للكحول. هو عايز يكلم بريت، بس المحاكمة بتسمح بالكلام مع الشهود بس وبتستبعد القُصّر. دلوقتي هي عايشة مع جدودها من ناحية أمها، ولو الشخص اللي مات كان ليه علاقة بشخص تاني يعني يعرفه أو قريب منه، الشخص ده يقدر يبعت طلب رسمي عشان يعمل مكالمة مع المتهم في وقت الحزن. كريس حاول يختار كلمات بس ما كانش عارف يقول إيه، فخلى مادوكس تبعت لبريت الرسالة التلقائية. والقواعد برضه بتسمح للمتهم إنه يتكلم مع المرشد بتاعه. وفجأة فيديو لروب من مجموعة مدمني الكحوليات ظهر على الشاشة وبيعاتب كريس عشان ما اتصلش بيه لما حس برغبة إنه يشرب. روب كان بيشتغل مع نيكول وهو اللي اتصل بالبوليس لما ما ظهرتش في وقت شغلها. بعد نهاية الفيديو مادوكس بتراجع بروفايل الزوجين. كريس ونيكول كانوا على علاقة من 20 سنة واتجوزوا بعد 3 سنين، وبعد سنة اتولدت بريت. حياتهم كانت سعيدة لحد ما كريس خسر شريكه راي في الشغل، وده رجعه للإدمان تاني. كل ده بدأ يفرق العيلة شوية، ونيكول بدأت تفكر في الطلاق. رسائلها لعيلتها وأصحابها بتوضح إن كريس فقد أعصابه 57 مرة في آخر 6 شهور. في فيديو تاني بريت بتكلم واحد كريس مش يعرفه، وطلع إن عند بريت حسابات سرية على السوشيال ميديا بتحط فيها صور لبس الحفلات بتاعتها. كانت بتقول لصاحبتها إن مامتها بتعيط وإن أبوها ساعات بيبقى عصبي جدا. في اللحظة دي بريت اتصلت بكريس وانهارت في البكاء، فطمنها إنه ما قتلش نيكول وإنه اتقبض عليه بالغلط. للأسف جدها أجبرها تقفل المكالمة.
مادوكس فكرت كريس إنه فاضله ساعة و8 دقايق بس. كريس اتصل بأوليفيا اللي لسه في موقع جريمة نيكول. راجع كل ملفات القضية على الشاشة قبل ما يطلب منها إنها توريه كل حاجة في البيت. وأثناء الجولة ظهر إعادة بناء لمسرح الجريمة مع أوليفيا. في الأوضة كان في فازة مكسورة على الأرض ممكن تدل على محاولة دفاع، وفي المطبخ لقوا آثار دماء بريت على الأرض وبقع دم على الحيطة، وده بيشير إن حصل شجار. طبق مكسور بيوري إن نيكول حاولت تدافع عن نفسها، وفي سكينة ناقصة من الطقم اللي زي أداة الطعن. بصمات كريس كانت على السكينة لكن وضح إنه استخدمها في الطبخ. المحققين لقوا كمان شعر وخلايا جلدية ودي إن إيه بتاعه. بعدين كريس بدأ يشوف سجلات موبايل نيكول لأنه فاكر إنه شافها بتبعت رسائل بعد الخناقة، بس ما لقاش أي رسائل ولا مكالمات في الوقت ده. فسأل عن موبايل الشغل بتاعها. مادوكس ما كانتش تعرف إنه في موبايل تاني، فبتاخد الرقم من سجلات مكالمات كريس وكلمته. وأول ما كانت في البيت أوليفيا سمعت التليفون وراحت وراها العربية بره، كسرت الشباك وبتاخد موبايل نيكول. ولما بصت عليه اكتشفت إنه جهاز من السوق السوداء ومش مسجل في شبكة البيانات البلدية. كل المكالمات والرسائل عليه كانت رايحة لموبايل تاني من السوق السوداء. مادوكس اتصلت بالرقم الغامض، ولما سمع الشخص صوتها قطع المكالمة. لسه في وقت كفاية عشان يتابعوا المكان، فأوليفيا طارت على دراجتها الهوائية وراحت هناك. وأثناء ما مستنيين مادوكس لاحظت إن كريس كان عارف من الأول إن نيكول كانت بتخبي أسرار، وأبلغته إن احتمال ذنبه قل 0.8%. الموبايل ظهر في فندق وكان على وشك يطلع من الباب الخلفي. أوليفيا ركضت للباب ده مع 2 من الضباط لما باتريك حاول يهرب، ولما شاف البوليس بيجري جوه تاني وبدأت المطاردة. مادوكس دورت على ملف باتريك ولقته طبخه متأخر في الإيجار، وكمان اتحققوا فيه مرتين بسبب احتيال الضمان الاجتماعي. الضباط كانوا بيطاردوه في الفندق لكنه قدر يختبئ في حتة ما فيهاش كاميرات. بعد كده أوليفيا بعت الطيارة درون ولقت باتريك على السطح. الضباط مسكوه وقدروا يسيطروا عليه. باتريك بيقول إنه ما عملش حاجة وكان خايف عشان الناس تلومه على طول. كريس متعجب من إن نيكول مع واحد زي ده. باتريك يفسر إنه قدم لها كل حاجة كريس ما كانش قادر يقدمها، مع إنه اعترف إنه مع نيكول وخرجوا كام مرة مع بعض، بس الموقف مش تطور قدامهم. هي كانت عايزة تكلموا لوحدهم فجاب موبايلات مؤقتة. بعد كده مادوكس لقت فيديوهات من مواعيدهم اللي بتأكد القصة. باتريك قال إنه كان شغال طول اليوم والكاميرات الأمنية أكدت ده كمان، فبكده ما ينفعش يكون هو القاتل. باتريك زعل من كريس عشان مش واخد باله من عيلته، ووضح له إن نيكول كانت عايزة حد يسمع لها ويطبطب عليها. أوليفيا قبضت عليه برضه لأنه كان بيقاوم الاعتقال، ومع إن فاضل 53 دقيقة احتمال إدانة كريس زاد ل 98% لأنه دلوقتي عنده دافع لقتل نيكول. كريس بعد كده قال إن نيكول لقت زجاجة الخمر اللي هو مخبيها في عربيته، واعترف إنه رجع يشرب تاني بقاله حوالي سنة. مادوكس بدأت تدور على فيديوهات أكتر عشان يفهم الصورة كاملة. من فترة نيكول مسكت كريس وهو بيشرب في الجراج، ولما بتواجهه اتعصب وصرخ عليها، لكن اللحظة دي كانت صدمة ليه وخلته يعترف أخيراً إن عنده مشكلة. بعدها بدأ يحضر اجتماعات دعم لمدمني الكحول، وهناك اتعرف على روبي اللي ساعده يثبت ويبطل الشرب لفترة، بس موت راي أثرت فيه جامد جدا. في فيديو تاني راي وكريس كانوا قاعدين في عربية الشرطة وبيستعدوا يقربوا من مجرم في عربية تانية. فجأة كريس جاله اتصال من نيكول، فراي طلب منه يرد وهو هينزل يتصرف لوحده. للأسف الأمور خرجت عن السيطرة والمجرم هاجم راي بعنف وخبط عربية الشرطة مسبب له إصابة خطيرة. كريس جاري عليه رجعه لعربية الشرطة ووعده إنه هياخده المستشفى، لكن في نفس الوقت كان بيجري ورا المجرم. هو دفع عربية الراجل بعربيتهم فخلى العربية تتقلب وتتحطم، وللأسف راي مات من جروحه. بعد كده كريس طرد الراجل لحد ما حصره في المية عشان يقبض عليه، وللأسف المحكمة بعد كده حكمت إنه مش مذنب، وده خلى كريس يندم إنه ما ضربوش وهو كان قادر. مادوكس مش مهتمة أصلا بكل ده وطلبت من كريس إنه يحاول يفتكر يومه. كريس قال إنه لما وصل الشغل اكتشف إن الزجاجة مش في العربية، وفهم إن نيكول لقيتها فرجع البيت، وفي الآخر حصلت خناقة بينهم وكريس كسر الفازة بس عشان هي كانت بتحبها. الشظايا المكسورة عورتها وده السبب إن كان فيه شوية دم منها على هدومه. وبعد كده هو مش فاكر أي حاجة حصلت وبدأ يشك إذا كان هو اللي عملها فعلا. مادوكس بتفكره إنه لسه فاضله 43 دقيقة وكل أدوات نيكول معاه. بعد ما شاف تليفونات نيكول كريس اتصل بباتريك في السجن وسأله إذا نيكول واجهت أي مشاكل. باتريك قال له إنها كانت مضغوطة جامد في الشغل لأنها كانت مضطرة تتجسس على زمايلها، خصوصا بعد ما بعض المواد الكيميائية اختفت.
كريس بدأ يشك إذا كان حد من شغل نيكول هو اللي عمل كده، لكن مادوكس بتوضح إنهم ما ظهروش في الحي من يوم الحد اللي حصل فيه الشوي. بعد كده كريس بعت أوليفيا لمستودع فايكنج للشحن، الشركة اللي نيكول كانت شغالة فيها، وهو مستني اتفرج على لقطات الباربيكيو عشان يحدد زمايل نيكول، لكن مادوكس قالت له إن كلهم عندهم أعذار لليوم ده. بعد كده طلب منها تبص على كاميرات الجار، بس كانت في مشكلة قطع كهرباء فالتسجيل لسه في الأرشيف. بعد كده كريس سأل عن تسجيلات الناس اللي جات للسبت بالشغل، ولاحظ إن عربية روب كانت فيها 3 ركاب زيادة. كريس اتصل بروب وسأله مين اللي ودى الناس بالعربية. روب ذكر الأسماء وقال له إن مفيش حد منهم مشي معاه ومفيش حد غاب عن الشغل امبارح. كريس بقى قلقان وراجع فيديو بريت من ليلة امبارح تاني وشاف التوقيت. الكلام اللي كانت بتقوله بريت حصل وهو كان في الشغل، يعني مستحيل يكون هو اللي خلى نيكول تبكي. وبما ان بريت ممكن تدي شهادتها دلوقتي، مادوكس سمحت له يتصل بيها. بريت زعلانة من كريس لأنها شافت فيديو اعتقاله وعرفت إنه كان بيشرب من وراهم. كل الناس على الإنترنت شايفين كريس مذنب، وهي بدأت تشك إذا الكلام ده صح. جدها عاوزها تقفل السكة، لكن مادوكس منعتها لأن ده جزء من المحاكمة. كريس بيسأل بريت هي سمعت إيه اللي حصل امبارح بالليل، وهي شرحت له إنها سمعت نيكول بتبكي وكمان أصوات غريبة في البيت، وفيديو على السوشيال ميديا بتاعها بيبينها وهي بتدور في البيت على الأصوات. وكريس لاحظ إن باب الأبو مفتوح وهم أصلا ما بيفتحوش الباب ده، وبريت قالت إنها ما كانتش موجودة بالليل. كريس طلب من مادوكس توضح الصورة، فبيشوف إيد على المفتاح. واحد من ضيوف الشوي ما سابش الحفلة واختبأ في البدروم لمدة يومين. عشان يعرفوا الراجل الغامض بدأوا يدوروا على خوادم شركة نيكول، ومن الإيميلات كريس عرف إن في حد بيزور سجلات الأسهم عشان يخفي اختفاء 300 كيلو مواد كيميائية في آخر 6 شهور. المادة المفقودة هي حبيبات يوريا اللي بتستخدم في الأسمدة، منتجات جلدية، وبعض المخدرات الغير قانونية المشهورة في المناطق الحمراء. جاهم إيميل غامض بيطلب من نيكول تروح الميناء، فكريس بدأ يدور على كاميرات الأمن اللي صورت اللقاء ده. نيكول ظهرت وهي بتتخانق مع هولت اللي طلب منها ما تروحش للشرطة وتديه كام يوم زيادة، لكنها رفضت لأن شغلها كان في خطر. وهولت زعل ورمى حاجاته من الغضب. لما شاف كريس إيميلات هولت اكتشف إنه مديون قمار، ولما راجع فلوسه لقى نفسه غرقان في الديون وروب هو اللي بياخده من ورطة الديون. ده بيخلي احتمالية إزالة كريس تنزل ل 94.7%. بعد كده كريس اتصل بروب، لكن اللي رد كان هولت، تمنى له التوفيق وبيروح يدور على روب وهما مستنيين. مادوكس بتحاول تعرف مكان هولت وقت الجريمة لكن ما لقيتش حاجة. كريس طلب منها تبص على كاميرا الجار تاني، ولما بصوا لقوا حاجة بتتحرك في الشجر، لكن الفيديو لسه ما اكتملش تحميله. بعد شوية هولت رجع للتليفون وقال إنه ما قدرش يلاقي روب. كريس اتهمه إنه سرق الكيماويات، فهولت كشف الحقيقة إن روب هو اللي كان بيسرق عشان كان حاسس إنه مديون له بكام خدمة حاول يساعده مع نيكول، دلوقتي مش قادر يلاقيه. وزميله في الشغل قال إن روب مشي بعربية نقل. كمان هولت قال إن روب ما جاش الشغل امبارح، وآخر مرة شافه كانت في حفلة الشوي، وفي اليوم ده روب طلب من هولت يوصل الباقيين بعربيته وهو يقعد شوية كمان. مادوكس بتتبع العربية المفقودة، وكريس بعت أوليفيا وراها عشان فاكر إن روب معاه رخصة سلاح. في نفس الوقت فيديو الجار أخيرا اكتمل تحميله، وشافوا روب بيطلع من صندوق عربية الجار. ده خلى احتمال ذنب كريس يقل 93.4، وده خلاه يتعصب. حاول يجادل مادوكس، والأسئلة الفلسفية اللي سألها خلتها تتلخبط شوية. ومع إنه فاضل بس 19 دقيقة، كريس اتصل بأصحاب يعرفهم في الغابة وقال لهم إن روب معاه أسلحة. أوليفيا والفريق بتاعها بيحاصروا بيت روب واقتحموه، لكن ما لقوش له أي أثر. كريس لاحظ إن مفيش عربية نقل واقفة قدام البيت، وهنا استوعب إن روب فك جهاز التتبع من العربية وسابه في البيت عشان يضللهم. مادوكس دورت على العربية في المدينة كلها لكن ما لقتش لوحات الأرقام، وده معناه إن روب شالها هي كمان. كريس طلب من أوليفيا إنها تعمل تنبيه من عربية النقل التابعة لشركة فايكنج للشحن. جوه بيت روب الشرطة لقت صورة مكسورة وفي طرفها المقطوع إيد. روب اتربى في دار أيتام وسجلاته ضاعت في اختراق بيانات، فمادوكس هتاخد وقت عشان تقدر تلاقي الصورة على الإنترنت. وفي الجراج لقوا الكيماويات المسروقة وأدلة محروقة. الأدوات بتقول إن روب مش كان بيبيع المواد الكيميائية، لكنه كان بيطبخها عشان يبيعها كمواد ممنوعة. كمان لوحات العربية موجودة، وفي كتاب بيعلم إزاي تستخدم المواد الكيميائية عشان تصنع متفجرات. لو روب هيسوي قنبلة هيحتاجوا دلائل عشان يعرفوا مين الهدف. فجأة الكاميرات تلاقي الشحنة ماشية بسرعة في وسط المدينة، وفي نفس الوقت مادوكس تلاقي باقي الصورة القديمة ويكتشف إن الولد التاني هو ديفيد.
أول مجرم قتل على يد ميرسي محكمة الرحمة. ديفيد وروب كانوا إخوات، لكن روب اتربى لوحده واسم عيلته اتغير على إيدين أهله الجدد. روب اتعرف على كريس بعد موت ديفيد، وده معناها إن كل ده كان جزء من خطته. كريس بيفهم إن روب عايز ينتقم والقنبلة موجهة ناحية المحكمة. طائرة درون قربت من الشحنة كفاية عشان تتأكد إن روب هو اللي سايق. كان بيتكلم مع حد قاعد جنبه، بس مش قادرين يشوفوا مين الراكب. لما كريس بدأ يشك اتصل ببريت، لكن اللي رد عليه كان حماه. قال له إن بريت نزلت تاخد شوية هوا. كريس بعد كده رجع كاميرا الأمان عند حماته واكتشف إن روب خطف بريت. في اللحظة دي الشرطة اللي في جراج روب لقوا عداد وقت، بدأوا يركضوا بسرعة وأغلبهم قدر يطلع قبل ما البيت ينفجر بانفجار ضخم. كتير من الضباط اتصابوا وكريس حاول يتصل بأوليفيا بس من غير فايدة. قنبلة الجراج كانت فيها كمية صغيرة من المواد الكيميائية، فمادوكس استنتجت إن القنبلة في الشحنة فيها الباقي، وده معناه إنها ممكن تدمر المدينة كلها. بعدها أوليفيا اتصلت بكريس عشان تأكد إنها كويسة ووافقت تروح تمسك الشحنة. واحتمالية ذنب كريس بالأخير بقى 0. مادوكس عايزة توقف التجربة، لكن كريس رفض لأنه عايز يكمل يوصل للنظام عشان يوقف روب. لما مادوكس قالت له إن فاضل له 9 دقايق بس والمقاعد ممكن تقتله، مهتمش. أولويته كانت ينقذ المدينة. المنطق العاطفي ده خلى مادوكس تختل، وكريس شرح لها إزاي ممكن يشتغلوا مع بعض لصالح الخير العام. مادوكس وافقت تكمل. عربيات الشرطة بقت بتلاحق الشاحنة، حاولوا يوقفوها كذا مرة، لكن روب دايما كان بيتفاداهم وبيدفعهم على جنب. وأثناء ما الأخبار بتصور المطاردة، روب زود السرعة لحد إنه صدم عربيات مدنية. عربية شرطة خبطت محل. لما الشحنة وصلت على الكوبري، مروحية حاولت تنزل واحد من الضباط. عربيات الشرطة حاولت تمنع الطريق تاني، لكن روب بيمشي من خلالهم بسرعة وساب الضابط ما كانش يعرف ينزل فين. أوليفيا ما كانتش قدامها غير إنها تأمر فريقها يوقف روب، متجاهلة كلام كريس لما بيقول إن بريت كمان موجودة في الشاحنة. حتى مادوكس وافقت إن ده أحسن حل. جت عربية التحكم عن بعد وفيها متفجرات تحت الشاحنة، بس الاتصال وقع والعبوة ما انفجرتش. كريس بيسأل نفسه إذا مادوكس هي اللي هكرتها، بس هي ما ردتش. وفاضل 4 دقايق بس مادوكس بعت التنبيه بإخلاء المنطقة. كريس طلب من أوليفيا إنها تطير قدام الشحنة، وشاف بريت بتتوسل للمساعدة وهو بيحاول يقنع روب. روب كان معصب وشرح إن ديفيد كان بريء، بس قبل ما يكمل كلامه أوليفيا فتحت النار. هي فقدت السيطرة على الموتوسيكل وبتقع من عليه. بعدها الشحنة بتخبط في المحكمة بالظبط، وفي نفس الوقت الكرسي بدأ يتحضر للتنفيذ. مادوكس ما ردتش لأن الكهرباء قطعت والنظام شغال على بطارية احتياطية. في اللوبي روب استخدم بريت كدرع وهو بيضرب على الحراس اللي بيحاولوا يمنعوه. ومع باقي 10 ثواني بس الكرسي بدأ ينزل وكريس بيصرخ عشان يستغيث. لحسن الحظ مادوكس رجعت على النت في الوقت الصح وبتوقف التجربة. بعد كده كريس ركب الأسانسير وراح للمكتب وأخد جاكيت من حارس مات. قال لمادوكس تدور على معلومات عن ديفيد وحاول يهدي روب، لكن روب كان شايل جهاز التفجير. قبل ما يقدر يضغط الزر مادوكس ظهرت على الشاشة وبتعطيه فرصة ينقذ اسم أخوه. روب أقسم إنه كلم ديفيد وقت جريمة القتل، لكن مادوكس نبهته إن مفيش موبايل كان مع ديفيد لما لقوه جنب الجثة. وأثناء ما روب كان بيتشاجر مع مادوكس، بريت عضت دراعه عشان تتحرر. كريس بسرعة نط على روب وابتدت خناقة على جهاز التفجير. وأثناء ما كان روب بيطلق النار، كريس قدر يفصل شوية أسلاك من الجهاز عشان يطفيه. بعدها ركل المسدس من إيد روب، أخده ووجهه عليه وهو مستعجل ينتقم لنيكول. بريت بتعيط وبتستجديه إنه ما يعملش كده. كريس متردد، وروب مصمم إنه كان بيتكلم مع ديفيد طول الوقت وإنه كلم القسم. فجأة أوليفيا ضربته وكريس لازم يمنعها تطلق تاني عشان تخلص عليه. روب قال إنه كلم ست في القسم ووعدته إنها هتراجع مكالمات ديفيد، يعني أي حد قبض على ديفيد كان عارف الحقيقة. مادوكس بتراجع المكالمات في القسم وأكدت إن حد شاف سجلات مكالمات روب عشان يعرف مكالمته مع ديفيد. كريس افتكر إن اللي قبض على ديفيد كانت أوليفيا وطلب الحقيقة. أوليفيا رفضت تتكلم، بس مادوكس بتشوف سجلها. التليفون كان فيه صندوق الأدلة، بس أوليفيا أخدته ورمته في النهر. هي اعترفت إنها عملت كده عشان تثبت للناس إن ميرسي شغالة بتحافظ على أمان المدينة. كريس بيقول إنهم محتاجين عدل وبيأمر الضباط التانيين إنهم يقبضوا عليها. بعد كده بيجري علشان يقابل بريت. مادوكس بتحس إنها قتلت واحد بريء وبتفكر في اللي عملته.
وبكده يكون فيلمنا انتهى. شكرا على المشاهدة، ومتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنونا في الجديد. سلام.